سلام البنات. اليوم عندنا غريبة ديال اللوز. عندنا في المقادير نص كيلو ديال اللوز غادي نديرو في طبسيل الفران بعد ما نفرشوا له بابي سيلفوريزي وندخلوه يتحمر، ومن بعد غادي نطحنوه. هانتوما كتشوفوا في الصورة واضحة. ملي نطحنوه غادي نديروه في جبانة وغادي نضيفوا عليه كاس لارب ديال السكر، معلقه ديال العسل، معلقه كبيره د مشماش، الكونفيتور د المشماش، بيضه، 4 كاس ديال ما زهر، معلقه صغيره د الخميره د الحلوه، وعندنا للتزيين ما زهر، سكر كلاصي واللوز. غادي نخلطوا هاد المقادير، غادي تعطينا عجينه لينه. من بعد غادي نغطسوا يدينا في ما زهر وغادي نكوروها وغادي نديروها في سكر كلاصي، غادي نمرمدوها في السكر كلاصي كلها. من بعد غادي ننزلوها في طبسيل الفران مغلف بابي سيلفوريزي، وغادي نديرو اللوزه في الوسط. هانتوما كتشوفوا في الصوره واضحه. من بعد غادي ندخلوها للفران على درجه 175. وها الحلوه ديالنا واجده بالصحه والراحه.